السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل لكم الكشري المصري بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. تمام. اول حاجة هنعملها هنجيب حلة، دي طبعا لسلق المكرونة. تمام يا حبايبي. هنجيب حلة زي ما انتم شايفين وهنحط فيها مية وشوية ملح وشوية زيت. تمام. واول ما الميه هتغلي هنسقط فيها المكرونه. انا عندي هنا مكرونه صغيره ومكسره عليها مكرونه اسباجيتي زي ما انتم شايفين كده حبايبي، صغيره واسباجيتي. هنسلقهم سوا باذن الله. تمام. خليكم معانا لحد ما الميه تغلي ونسقط. قلب المكرونه كده كام تقليبه عشان ما تمسكش في بعضها وما تعجنش. كده رجعنا لكم يا حبايبي بعد ما خلصنا سلق المكرونه اهي، وحطيناها تاني في الحله، بردناها طبعا تحت الميه زي ما انتم عارفين. مكرونه صغيره ومكرونه سباكيتي كده سلقناها وجهزناها اهوت على ان شاء الله على الغرف بتاع الايه بتاع الكشري. كده يا حبايبي انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه. كده اول حاجه خلصناها ادي المكرونه كده جاهزه. تمام. نكمل الباقي واحنا مع بعض. وهنا يا حبايبي هنعمل الرز. حطينا ايه؟ حطينا كوبايه ميه كبيره وحطينا عليها شويه زيت وشويه ملح. طبعا الكشري كله بيتعمل بزيت. تمام. ما بنحطش في اي حاجه من الكشري سمنه خالص. كل ادوات الكشري، الصلصه والرز والمكرونه، كل حاجه بتتعمل بزيت بس. تمام. احنا هنا حطينا ميه وملح وزيت. اول ما تغلي هنسقط الرز. هنا انا غاسله الرز زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو، مغسول ومتنقي وجميل اهو، وحط عليه شويه عدس اصفر. تمام يا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين، عدس اصفر ورز ومغسولين كويس جدا. اول ما الميه تغلي هنسقط الرز بالعدس عليها وهوريكم خطوه بخطوه باذن الله. كده يا حبايبي الميه بدات تغلي زي ما احنا شايفين، هنبدا نسقط الرز بالعدس. تمام. اهو يا حبيبتي سقطنا الرز بالعدس زي ما اتعودنا. اول ما يتشرب الرز يغلي طبعا ويتشرب هنوطي عليه خالص زي الشمع. تمام. في حركه بقى يا حبايبي احنا بنعملها بالرز. اول ما الرز يتشرب ويبدا نوطي عليه، اما يخش على سوا بنعمل ايه؟ لو انتوا شاطرين ومتابعيني فعلا وتشوفوا كل فيديوهاتي هتعرفوا انا قلت ايه. بنعمل ايه علشان الرز يطلع من الجوانب بتاع الحله وما يلزقش في الارضيه؟ بنعمل حاجه بسيطه خالص. الشاطر فيكم بقى واللي متابعني هيعرف يقولها لي. انا مستنياكم واستنى ردكم باذن الله. وهنا يا حبايبي جبنا حله صغيره زي ما انتم شايفين كده، وحطينا فيها شويه زيت وهنحمر فيها شويه شعريه لوحدهم. ده كشري بطريقه بقى منا عرفات. يا رب باذن الله يعجبكم ان شاء الله يا حبايبي. هنحمر الشعريه ونحط عليها شويه ميه ونختمها. تمام. لان دي برضو انا بحب احطها على الكشري، بتبقى جميله وبتخلي له طعم حلو قوي. وبعدين في الكشري انا بحب اعمل كل حاجه لوحدها، لان حاسه ان هي بيدي طعم احلى يعني. هنا بقى بنحط شويه ميه بنسمي الله كده، واهم حاجه حاسبي وشك. اهو يا حبايبي ده مقدار الميه اللي بنحطه على الشعريه. طبعا يا حبايبي كل واحده على حسب الكميه اللي هي عاملاها. تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده حطينا مقدار الميه وهنحط عليها شويه ملح اهو. تمام يا حبايبي. اهو يا حبايبي اول ما تغلي وتتشرب زي الرز بالظبط، اول ما تغلي وتتشرب الميه كلها هنوطي عليها برضو زي الشمعة عشان ما تتحرقش مننا. كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهو، ديت الشعريه حمرناها وحطينا عليها شويه ميه وشويه ملح. وما تختم خالص زي الرز بنوطيها، يعني بنوطي عليها خالص لحد ما تشرب وتستوي مع نفسها. تمام يا حبايبي.
هنا بقى يا حبايبي عملنا ايه؟ جبنا حله زي ما انتم شايفين. عندنا عدسه جبه نقعينه ساعه ولا حاجه، او نص ساعه على حسب ما انت عاوزه، برضه على حسب امكانياتك في ايه، في شغلك وحاجتك. تمام. نقعناه. تمام. وبعد ما نقعناه بنصفيه ونجيبه نشوحه ببصلايه زي ما انتم شايفين كده، وبرده هنحط عليه شويه ميه وشويه ملح وشويه كمون. تمام زي ما انتم شايفين كده حبايبي اهو. نبدا نحط شويه ميه على العدس عشان برده هنسيبه يستوي براحته. وادي شويه ملح اهو، وادي يا حبايبي شويه كمون اهو زي ما انتم شايفين. تمام. ونقلب، ونفس القصه كل مره هنسيبه لحد ما يتشرب براحته خالص اهو. اول برضه ما يتشرب هنوطي عليه ونسيبه يستوي براحته. معلش هو غلبه شويه، بس باذن الله هتاكلي احلى طبق كشري ممكن تاكليه في حياتك. تمام اهو. وهنا يا حبايبي وصلنا لمرحله الصلصه. تمام. احلى صلصه بقى باذن الله تاكلوها. بصوا يا حبايبي جبنا حله وحطينا فيها شويه زيت زي ما اتفقنا. ادي طبق فيه بصل وتوم، بصلايه صغيره وايه بتاع 3 4 فصوص توم كده. تمام. هنبدا ننزلها زي ما انتم شايفين كده. تشويحه جامده يعني بتاعتنا كده اللي بتخلي الروايح الجميله تطلع. وهنا حبايبي حطينا الصلصه اهو الجميله بتاعتنا. بصوا بسم الله ما شاء الله على حمرها وتقلها زي ما احنا شايفين كده اهو. هنسيبها بقى تتسبك وتغلي براحتها خالص. اهم حاجه نبهرها الاول. ادي ملح اهو، ادي شويه فلفل، ادي شويه كمون اهو زي ما احنا شايفين كده. بس خلاص كده بقى هنسيبها تتسبك براحتها خالص لحد ما تخلص. واول ما تتسبك خالص بقى هنطفي عليها. ادي يا حبايبي الصلصه بتاعتنا اتسبكت اهي زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله اهي جميله. حابه تخليها تخينه كده براحتك مفيش مشكله. حابه ان انت تزوديها مثلا شويه ميه، وحابه ان هي تخفي شويه برضو براحتك زي ما انت حابه. تمام. وهنا يا حبايبي وصلنا لمرحله الدقه بالثوم. تمام. جبنا حله وحطينا فيها شويه زيت وشويه توم زي ما احنا عاملين كده، توم مفروم. تمام. ممكن برضو 3 4 فصوص توم على حسب انت بتحبي الكميه برضو قد ايه. تمام يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده. اول ما يبدا يصفر هنطشه بشويه خل والملح وميه ونحبشه تحبيشه جميله كده. بصوا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. هنا نحط شويه خل يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده اهو، معلقه خل اهو، معلقه واحده خل بس. وبعد كده نديها ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا هنحط شويه ملح وشويه كمون.
اهو يا حبايبي. وكده نبقى خلصنا الدقه. اول ما تغلي هنطفيها. تمام يا حبايبي، زي ما احنا شايفين كده، اول ما تغلي خالص غلوتين حلوين كده هنقوم طافيها. هنا يا حبايبي وصلنا لايه؟ اخر مرحله في الكشري. طاسه فيها زيت هنحمر فيها بصل. البصل ده عليه ايه؟ عليه دقيق، شويه دقيق بنقطعه زي ما احنا عاوزين كده باي طريقه برضو تعجبنا، ونحط عليه معلقتين دقيق كبار، ونبدا نقلبه في بعضه ونسيبه شويه مركون. الدقيق بيعمل ايه في البصل؟ الدقيق بيخلي البصل مكرمل وبيديله لون ذهبي كده، تمام، ويخليه يعني مقرمش ناشف مش طري، ما بيطريش الايه البصلايه، بيخليها ناشفه ومقرمشه. احنا جبنا بصلتين كبار وقطعناهم بالشكل ده وحاطين عليهم معلقتين كبار دقيق، واول ما نشوف الزيت بدا يقدح بالشكل ده هنبدا نسمي الله وننزل البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ورجعنا لكم يا حبايبي في نهاية الفيديو كده. بسم الله ما شاء الله خلصنا احلى طبق كشري مصري. وباذن الله ان شاء الله يكون سهل وبسيط عليكم، وباذن الله طعمه كمان تحفه جنان يا جماعه، يعجبكم باذن الله تعالى. ومعانا شويه دقه كمان بالثوم زي ما احنا قلنا جميله بسم الله ما شاء الله، وشويه شطه للي عاوز على حسب الرغبه. وطبعا الكشري لازم معاه شويه سلطه خضراء كده جامدين، تمام، والليمون اللي حابب يحط. يا رب باذن الله يعجبكم وبالف هنا وشفا. وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.